السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنعرف بس لو في حالة عندها نفاخ أو انتفاخ في البطن لأي إنسان كان، هتلاقي الجهة الشمال من الكرش تخبط عليها هتلاقيها عاملة زي الكورة معبية في التنفس، والحالة ما بتكونش قادرة تاخد نفسها زي ما حضراتكم شايفين. في الحالة ديت هنبدأ هنستخدم إبرة زي كده وهنبدأ نفرغ الهواء من محتويات الكرش. يفضل في النعاج يعني مسافة حوالي 10 سنتي من الفقرات، من الفقرة 10 سنتي، وتبعد عن آخر ضلع 5 سنتي. يعني آخر ضلع أهو هنبعد عنده 5 سنتي، ادي آخر ضلع تمام، هنبعد عنه 5 سنتي ويكون 10 سنتي من الفقرات، يعني المسافة دي كده تمام. وبإذن الله الهواء يبدأ يطلع، ولكن بتحط صبعك على الفتحة دي تسدها بحيث لما تضغط السرنجة تبدأ تفضي معاك هواء على طول تمام. إن شاء الله هتكون هنا المكان اللي هننزل فيه السرنجة. لو حضراتكم سامعين دلوقتي الهواء بيتفرغ بسهولة خالص، وهتبدأ تاخد راحتها وتاخد نفسها عادي خالص. بس انت لازم تركز في المكان كويس، الموضوع مش صعب طبعا. الحمد لله بعد ما كانت مش قادرة تاخد نفسها كده خدت نفسها تمام. طبعا الطريقة التانية اللي انت ممكن تطلع بيها الريح ان انت هتدخل الخرطوم ده للكرش وتبدأ تفرغ محتويات الانتفاخ اللي عندها. طبعا يفضل بخرطوم اقل من كده شوية، ولكن ده المتاح عندي وما ينفعش اسيبها للصبح بصراحة، فانا احاول اتحرك على طول معاها. ادخل خرطوم وبعد كده ان شاء الله اصور لكم الخرطوم جوه، لان انا بصور لوحدي. كده الخرطوم اهوت بتدخله في الفم، وبتبدأ شايف الصوت واضح ولا ايه؟ تبدأ تفرغ محتويات الكرش تمام. هتلاحظ حتى هنا في بيخرج معاه كمان بعض الرغاوي، الحاجات اللي هي مضايقاها في الكرش. تمام. بس طبعا هي واكلة علف وواكلة خضرة، فبنحاول قدر الامكان ان احنا نساعدها ان هي تفضي الغازات كلها. طبعا بتفضي غازات وفضت غازات، لكن ده اللي في الاخر خالص تمام. دي الطريقة ديت اللي ممكن تعالج بها الانتفاخ بسرعة، لان لو الحالة متأخرة ممكن ما تعرفش العلاج ما يجيبش نتيجة معها. ما شاء الله الناقة جايت تبارك الله، ما شاء الله عليها، تعرفش تمسكها دلوقتي ما شاء الله. ولكن انا هعدلها برضو ميوكو جل شراب، هعدلها 30 سنتي بالميوكو جل شراب ده، بحيث ان الحموضة اقضى الحموضة عندها. ده اللي عاوز اوضحه لحضراتكم النهارده. يا ريت لو الفيديو عجبك تشترك في القناة، ولو مشترك تفعل زر الجرس وتدعمنا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.